الشطرة بتغزل برجل حمار، دي حقيقة. الشطرة بتغزل برجل حمار، بس هي أصلا لازم تقتنع إن هي شطرة. كل الشركات اللي في العالم، خلينا نتكلم على اتنين، ايلون ماسك ومارك زوكربيرج، الاتنين بتوع فيسبوك وتسلا، الاتنين دول شطرة غزلت برجل حمار. اشتغلوا تحت في البدروم، اشتغلوا بكمبيوتر واحد. ايلون ماسك ده طالع بيقول احنا كان عندنا كمبيوتر واحد، اخويا الصبح بيقعد على الويب سايت يشغله، وانا بالليل بقعد على الويب سايت اعمل له ديفلوبمنت ونطور ونكبر. المشاريع بتاعه ايلون ماسك دي ما كانتش كده، ما ابتدتش كده ابدا، ولا فيسبوك ده ابتدى كده. مارك طلع قال انا ما عملتش فيسبوك، انا عملت 13 حاجه قبل فيسبوك وفشلت، لكن هو عشان شطرة غزلت برجل حمار، عملت مره وفشلت، وعملت مره ثانيه وفشلت، ومره ثالثه وفشلت، لحد ما طلعت قماش. وبعد ما طلعت قماش اشتغل على نفسه وطور بقى. يعني ايلون ماسك كان عنده باي بال، بحها ما كفاهوش بقى، قام راح عمل تسلا، وتسلا شغاله، قال لك انا مش عايز، قام راح فتح شركه صواريخ، عمل كل حاجه. نفس الكلام مارك كان عنده فيسبوك، وفيسبوك كان الانوفيشن بقى في اللايك، وفي ان هو ينزل صوره وينزل فيديو وينزل تكست، وبعد كده طور من نفسه وبقى فيه شير، وبعد الشير بقى فيه هارتس، وبقى فيه ايموجي، وطور تاني، وبعد كده بقى فيه اعلانات، وبعد كده قام دخل الاي اي، الذكاء الاصطناعي، وجوجل نفس الكلام، ابتدوا مش عارف بيعملوا ايه، محرك بحث، ومحرك البحث بقى جيميل، بقى معاه جوجل درايف. والنهارده جوجل عاملين في المؤتمر الاخير ان جوجل بقى صاحبك، مفيش حاجه اسمها سيرش تاني في جوجل، هسيرش فيسالك انت عايز ايه ويطلع لك نتيجه، وبعد كده تساله تاني ويطلع لك نتيجه تانيه، وبعد كده تقول له حط لي النتائج دي بقى في تيبل وابعتها لي على الميل. لدرجه ان الجيميل اللي ابتدوا بيه دلوقتي مفيش داعي ان انت ترد على الايميلات، هيبعت ايميل وانت خلاص هو عارف طريقتك وبتاعه، هو يرد على الايميلات مكانك. فاشتغل. الشطره بتغزل برجل حمار، لو انت شاطره اغزل برجل حمار، طلع نسيج وبعدين طور. يا سيدي هتروح ال في، مش هتطلع نسيج عادي، هتبقى ال في، بس اشتغل اصلا واعتبر نفسك شاطر واغزل برجل حمار. ما تقولش انا عايز المكنه الفلانيه اللي اعمل بيها الحاجه الفلانيه، يعني المكنه مش موجوده، احنا عندنا المكنه، هنجيب واحد اكسبرت 1000 مره احسن منك يطلع لنا نسيج. فانت لو شاطره اغزلي برجل حمار.